فتحت مشروع وكسبت منه ذهب وداعًا لاستغلال التجار. بجد بجد إحنا مصعبينها على نفسنا مع إنها سهلة وبسيطة وكمان اقتصادية وأوفر وأنضف من طريقة برّه. النهارده بسم الله. معايا 3 كيلو من الحليب أو اللبن، تمام، 3 كيلو من اللبن ما شاء الله عليه، طبعًا تجيبيه من حد يكون موثوق فيه. بعد كده ضفته على النار، دفيته بس، دفيته زي دمعة العين، ما اتغلاش، يا دوب دفيته بس. دفي كده طفيت عليه النار، وجيت هنا على الرخامة ضفت فوطة، وجبت الحلة بتاعة اللبن بعد ما دفيت اللبن، ضفتها فوق الفوطة كده وغطيتها، غطيت الحلة بالغطا بتاعها، وغطيتها كمان بفوطة مطبخ، أي حاجة متواجدة عندك، تمام. غطيتها بالطريقة دي كده وهاسيبها لمدة يوم كامل، يعني أنا عاملاها الصبح، تاني يوم الصبح ما شاء الله، تاني يوم الصبح لقيتها عاملة معايا طبقة كده، طبعًا القشطة طالعة لوحدها على الوش، فشِلت الطبقة بتاعة القشطة دي كده هنعمل منها أحلى سمنة. وبعد كده اتبقى معانا الجبنة، شايفين بقى الجبنة شكلها حلو جدًا إزاي، بجد جميلة جدًا. دي كده الجبنة، واللي نزل من الجبنة ده الشرش بتاع الجبنة، اوعي ترميه أبدًا، هنعمل منه أحلى معجنات، بجد جميل في المعجنات. بعد كده هاجيب بقى حلة وفوقيها مصفى وعليها شاش كده، وبعد كده هانزل بالجبنة عشان أصفيها من كل الشرش اللي كان فيها، وربطت طبعًا الشاش كويس جدًا وسِبت الجبنة تتصفى. وهنا بقى الوش بتاع القشطة اللي إحنا شلناه كده من على وش اللبن، تمام، وش القشطة اللي كان على وش اللبن هنعمل منه أحلى سمنة بالمضرب الكهربائي كده على سرعة كده لمدة 5 دقايق، هتلاقيه فصل لوحده وطلّع الحليب كده أو اللبن على جنب لوحده، ما شاء الله. هاعملها على إيدي كده زي آيات السمنة اللي إحنا بنشتريها من برّه بتاعة الفلاحين بالضبط. وهنا الشرش بعد ما صفيت بقى الجبنة ما شاء الله، أنا هاخده كده وأخزّنه في الفريزر، لمّا آجي بقى أعمل فطاير هيبقى جميل جدًا، بجد تحفة في الفطاير وفي المعجنات، ولو بتعملي عيش في البيت حاجة فاخر من الآخر، تمام. ضفتهم بقى كده في كيس ما شاء الله، جمّعت كل الشرش كده، طبعًا عشان ما نرميش حاجة بيبقى تحفة في الفطاير الفلاحي، تمام. عملوا معايا كيسين ما شاء الله، الكيس حوالي كيلو إلا ربع أو نُص كيلو كده. وهنا الجبنة الله أكبر عليها، شايفين الجمال والحلاوة. بعد ما اتصفت كده بقى في الشال، هابتدي إن أنا أفردها كده في قلب الشال، لإني أنا ما عنديش حصيرة زي الناس الفلاحين، تمام. هُم بقى بيبقى عندهم الحصيرة بتاعتهم فبيفردوا الجبنة عليها، لكن إحنا هنا هنعمل إيه، الجيش قال لنا نتصرف، يبقى نعملها في قلب الشاش بالطريقة دي كده. هاحاول إن أنا أفردها وأعملها شكل أسطواني يدّيني شكل الجبنة اللي بنشتريها من برّه بالضبط. شايفين الجمال والحلاوة؟ بجد أنا كبهير أبهرني الموضوع. ليه مصعّباها على نفسِك أوي كده؟ مع إنِّك تقدري تعملي كل حاجة بنفسِك في البيت ونوفّر، بجد إحنا وصلنا لدرجة مش معقولة جدًا، لازم نوفّر ونعمل كل حاجة بنفسنا في البيت، بنجيب الحاجة غالية وما بيبقاش موثوق فيها أصلًا، تمام. لفّيت بقى الجبنة كده وعملتها لور، وابتديت إن أنا أدّيها شكل بالشوكة عشان يدّيني شكل خُرَط الجبنة اللي بنشتريها من برّه. شايفين بقى الجمال والحلاوة؟ أنا هنا ما ضفتش ملح خالص، حابّاها ملح خفيف كده، هادّيها رشّة ملح بس من على الوش مش أكتر من كده، تمام. بالطريقة اللي إحنا شايفينها دي، رشة ملح بسيطة، هاسيبها كده على التلاجة في الشبكة لمدة يومين، وأول أمّا تنشف خالص وأحس إن خُرَط الجبنة بقت ناشفة وماسكة نفسها، أبتدي إن أنا أجيب بقى كيس من بتاع الشرش ده وأضيفه في قلب جيركن كده أو في قلب طبق بلاستيك، وعليه بقى شوية ملح وشطة، وأضيف بقى خُرَط الجبنة في قلبها، وهتقعد معايا في قلب التلاجة زي ما أنا عايزة، هتقعد معايا فترة طويلة جدًا. شايفين بقى ده الشكل النهائي للوصفة بتاعة النهارده. عملنا أحلى جبنة وعملنا أحلى سمنة ومعانا الشرش هنحفظ فيه الجبنة وهنعمل منه أحلى معجنات، يعني الصورة بتتكلم عن نفسها. شايفين الجمال والحلاوة؟ وخلاويص خلص الفيديو.